واش وصلنا للمرحله اللي اي واحد يقدر يخرج في نهار رمضان ويقول لك انا ما صايمش، وخاص المجتمع كامل يسكت؟ وراه كاين فرق بين الحريه الشخصيه وبين الاستفزاز العلني. اليوم غادي نهضروا على الجدل اللي فجراته الكاتبه والفاعله المدنيه ميسة سلامه الناجي من خرجات وقالت بانها ما صامتش رمضان منذ 10 سنوات. كاين اللي يعتبر هذا الشيء صراحه، وكاين اللي يعتبر هذا الشيء وقاحه. التصريح نزل بحال الصاعقه، الناس تقسموا. كاين اللي قال هذه راه حريه شخصيه، وكاين اللي قال هادشي راه استفزاز صريح للمشاعر الملايين ديال المغاربه الصايمين. انا هذه 10 سنين وانا كنفطر رمضان من 2017، ولكن ما كنخرج نستفز حتى شي واحد في الزنقه، حيت ما تنبغيش نكلاشي معاكم ولا مع السلطه. كنفطر في داري مرتاحه، ما كنتخبى، ما كناكل ميريندينا، ما كناكل، كنصوب قهيوتي وكنتغدى غدا. واللي زاد الزيت في العافيه الباحث والكاتب احمد عصيد خرج بدور ودافع على الفكره ديال ان الغضب الشارع راه مبالغ فيه، وان السيده غير عبرات على اختيار شخصي وما دعات حتى واحد يفطر. واش فعلا الموضوع غير اختيار شخصي، ولا حنا قدام نقاش اعمق فيه الدين وفيه القانون وفيه الهويه وداخل فيه حتى الدستور؟ اجي نهضروا بصراحه. المغرب حسب الدستور ديالو راه دوله اسلاميه، والفصل 222 من القانون الجنائي راه واضح. اللي جاي يفطر علنا في نهار رمضان بلا عذر شرعي راه كيعرض راسو للعقوبه. يعني الموضوع راه ماشي غير احساس ولا عاطفه، راه كاين قانون، كاين نص قانوني وخرج قديم من سنه 1962 وما تبدلش رغم التحولات الاجتماعيه، راه خاصو يتحترم. كاين اللي كيقول القانون خصو يتراجع، وكاين اللي كيقول القانون هو صمام الامان لحمايه النظام العام. وانا متفق مع هاد الناس، مادام القانون كاين راه خاصو يتحترم، ولا ما عجبكش سيدي بدلو. واللي خصنا نعرفو دابا واش الحريه الفرديه كتكون مطلقه ولا كتوقف من كتدخل في المجال العام وكتصطدم بالقيم ديال الاغلبيه. حيت كاين فرق كبير بين انسان ما صايمش وساكت، وبين انسان كيدير اعلان رسمي وكيحول الموضوع لقضيه راي عام. واش هذه شجاعه في المواقف ممكن نعتبروها، ولا غير لعب على وتر خالف تعرف؟ الناس اللي غضبوا ماشي حيت باغيين يفتشوا على النيات ديال الناس اللي ما صايمينش، لا، ولكن حيت رمضان في المغرب ماشي غير شعيره دينيه، راه طقس جماعي وهويه واحساس مشترك لازم عليك تحترمه. نهار رمضان عند المغاربه راه ماشي بحال اي نهار. المدينه كامله كيتبدل الايقاع ديالها، العائلات كتجمع، الجو الروحاني كيكون حاضر بقوه. منين كيخرج شي واحد وكيعنن العكس طبيعي كتكون ردة فعل، وردة فعل قويه. ولكن في المقابل كاين اللي كيقول المجتمع ماشي كتله واحده، كاين تعدد، كاين اختلاف، وكاين اللي ما مقتنعش بالصيام اصلا. السؤال اللي ممكن نطرحوه هنا واش هذا الاختلاف خاصو يبقى في المجال الخاص، يعني بريفي، يكون معزول ويبقى بوحدو، ماشي يخرج للفضاء العام ويعلنها رساله علنيه. هنا فين كاين المشكل. اما صوم ولا ما تصومش شغلك هذاك. الفضاء العام في المغرب مبني على مرجعيه دينيه واضحه، والدستور كيقول ان الاسلام هو دين الدوله، وهذا ماشي راي، هذا راه نص قانوني. يعني النقاش ماشي بين متدينين وعلمانيين فقط، النقاش بين شنو هو الحدود الحريه بيناتهم وشكون اللي كيحددها. كاين اللي غيقول حريه المعتقد مكفوله، صحيح، ولكن راه حتى هي راه ماشي مطلقه. حريه المعتقد ما كتساويش بالضروره الجهر بممارسه مخالفه في وسط واحد المجتمع اللي هو محافظ، خصوصا في شهر كيتعتبر مقدس عند الاغلبيه الساحقه ديال المغاربه. واللي استفزني انا واللي خلاني نهضر على هذا الموضوع بحرقه ماشي هو انها صامت ولا ما صامتش 10 سنين ولا 20 عام، ما كيهمنيش هذا الشيء، ولا حتى البوز ولا البلباله اللي دارت في السوشيال ميديا. اللي كيهمني واللي خلاني نهضر على هذا الموضوع بحرقه كبيره هو الربط بين هذه التصريحات وبين طموحات سياسيه من قبيل المطالبه بحقيبه وزاريه في الثقافه، وكتقدم نفسها كمشروع نهضه في 2030. هنا الناس بدات كتسائل واش هاد الشيء موقف فكري ولا استراتيجيه ديال بوز سياسي؟ حيت الصراحه في زمن السوشيال ميديا اي موضوع ديني كيشعل التفاعل،
وكاين اللي كيركب على الموجة. وخلينا نكونوا عادلين، حيت ردود الفعل احيانا كيكون مبالغ فيها. الا بغينا نقاش حضاري خاص يكون نقاش ماشي تكفير ولا تهديد. المجتمع المغربي فعلا فيه تنوع، ولكن راه كذلك فيه ثوابت، والتوازن بين الثوابت والحقوق الفردية راه هو معادلة صعيبة ماشي سهلة. واش نبدلوا القوانين باش نسيروا التحولات، ولا نحافظوا على النصوص الحالية حماية للانسجام المجتمعي؟ اللي واضح هو أن كل مرة كيتفتح فيها ملف الدين والحريات كيبان الانقسام بشكل حاد في المجتمع المغربي. كاين اللي كيشوف أي مساس بالشعائر راه تهديد مباشر للهوية، وكاين اللي كيشوف أي تقييد الحرية راه رجوع للوراء. ولكن الحقيقة غالبا كتكون أعقد من هذا الاستقطاب كامل. المغرب بلد مسلم، هذا المعطى ما فيش نقاش، ولكن كذلك بلد فيه ناس عندهم قناعات مختلفة. السؤال المهم اللي خصنا نطرحوه كيفاش نقدروا نعيشوا في هذا التعدد بلا ما يتحول لصراع. واش الحل هو الصمت، ولا نفتحوا نقاش قانوني هادئ بعيدا عن الاستفزاز؟ لأن الصراحة أي واحد عارف باللي الإعلان العلني عن الإفطار في نهار رمضان غادي يخلق ردة فعل قوية وقوية جدا. يعني اللي دار هاد الخطوة كان عارف شنو غادي يوقع. ومن جهة أخرى ردة الفعل العنيفة كتبين أن الموضوع حساس أكثر من القياس، وربما خصو معالجة تكون أعمق من مجرد تدوينات في الفيسبوك. واللي خصنا نفهموه هو أن المجتمع ما كيتبناش على ردود الأفعال اللحظية. والسؤال هو شنو بغينا نكونوا؟ واش مجتمع كيقبل الاختلاف ولكن كيحترم الثوابت، ولا مجتمع كيدخل في حروب رقمية كل رمضان؟ النقاش ما خصوش يكون شخصي ضد فلان ولا علان، الموضوع كبر من أي اسم. النقاش هو على حرية، على قانون، على دستور وعلى هوية. وفي الأخير رمضان غادي يبقى رمضان، والصيام غادي يبقى ركن من أركان الإسلام، واللي كيصوم غادي يبقى يصوم عن قناعة. ولكن الجدل غادي يبقى يتعاود كل مرة كتصطدم فيه الحرية الفردية مع المرجعية الدينية. والسؤال اللي نخليكم معاه، فين كتوقف الحرية وفين كيبدأ احترام المجتمع؟ قولوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ولكن نعافاكم بلا سب وبلا تخوين وبلا كراهية، حيت الاختلاف ما خصوش يفرقنا، ولكن كذلك ما خصوش يضرب الثوابت ديال البلاد. اتمنى لكم رمضان كريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تزوا بخير.